بصوا بقى، دي اسرع صينية سمك سنجاري بالبطاطس ممكن تعملوها في الدنيا. قطعنا البطاطس وقطعنا معاها فلفل وبصل. انا كنت مستعجلة جدا، انا عندي بيبي وبيخليني ما بلحقش اعمل اي حاجة. صدقت ان هو نام وبجري حوالين نفسي حرفيا. بطاطس اهي متقطعة وعليها فلفل وبصل. الطبق ده فيه طماطم وبصل وفلفل رومي برضو، عايزين تحطوا فلفل حراق حطوا، وعليه توم وكمون وملح وفلفل وكزبرة ناشفة. تبلتهم بيه وقلبتهم وحشيت بيهم السمك. اهي خدت من التتبيلة دي زي ما هي كده وحشيت بيها السمك. هحطهم في الصينية وارصهم كده. والله كنت مستعجلة جدا، ربنا يكون في عون اي واحدة عندها بيبي وفي نفس الوقت عندها شغل البيت يا جماعة. بقيت التتبيلة اللي اتبقت معايا احطها على البطاطس وما بين السمك كده، عشان البطاطس تاخد من طعم التتبيلة الحلوة دي. حلوة وسهلة وسريعة وحقيقي ما بتاخدش وقت. طول ما السمك عندك في التلاجة متنضف، طلعي احشي جهزي حطي في الصينية على طول. نص ساعة معاكي على نار متوسطة هتكون مستوية وزي الفل. والله ريحتها وطعمها ولا اروع، عايز تتاكل نية اصلا من حلاوتها. بقفل عليها الفويل كده عشان يكتم الحرارة وتستوي كويس. هحطها في الفرن اهي. بصوا الجمال، بجد طرية وجوسي والبطاطس تحفة وطلع ريحتها تحفة وطعمها تحفة. وجنبها شوية رز أبيض بقى. عايزين تعملوا رز صيادية ماشي، عايزين تعملوا رز أبيض أنا عملت رز أبيض. والبطاطس جنبه هي والسمك، بجد والله العظيم تحفة تحفة تحفة. جربوها وهتدعولي. لو وصفاتنا عجبتكم تابعونا ولايك وشير وشاركوا معانا في الصفحة وفعلوا الجرس. شكرا ليكم.